ازاي نعمل طبق الفتة ده مع ماما وبأسهل الطرق. يلا بينا. كل سنة وانتم طيبين. دلوقتي انا هعمل الفتة. دي اللحمة طبعا، ودي مقادير اللي بتحط في الشوربة، ورق راولي، والمقادير دي بجيبها من عند العطار، وفلفل وبصلاية وطماطم. والثوم ده طبعا مش هحطه دلوقتي، ده للصلصة. خليكم معايا وانا بحط اللحمة على النار. كده هنحط الحاجات دي كلها هنا. يا حبايب قلبي معلش انا حطيت التوابل اهي اللي قلت لكم عليها، والطماطم والفلفل واللحمه، ودي كده اللحمه هتستوي على النار، وبعد كده هنعمل الرز والصلصه برده مع بعض. خليكم معايا وتابعوني. ازيكم يا حبايب قلبي؟ دلوقتي هنعمل الرز، هنسويه على النار، وبعد كده هندخل نعمل الصلصه. مكونات اهي. هنعمل رز دلوقتي، خليكم معايا وتابعوني. هنعمل رز على النار دلوقتي. استنى. دلوقتي الحله اهي، نحط الزيت، هننزل الرز، خليكم معايا وتابعوني. ده مطبخ ماما، احلى اكلات مصريه واكلات جدتي. ده رز ابيض، وفي ناس بتعمل ده رز ابيض، وفي ناس بتعمله حبه وحبه، وفي ناس بتعمل رز بشعريه الفتة. يعني ده على حسب نفسك انت وراحتك انت. فانا متعوده عليه انه يبقى ابيض، وعيالي متعودين عليه، وجوزي وبيتنا بنعمله ابيض. مرات خالي الوحيده اللي بتعمله رز بشعريه. فتابعوني. دلوقتي اهو الرز اهو بنشوحه. دلوقتي هنحط الشوربه عليه. لسه هنعمل حلقات تانية كتير، كفتة برز والمحاشي واكلات تانية كتير، والكشري المصري وكل حاجة. واللي نفسكم فيه اكتبوا لي في الكومنتات. انا زودت اهو شوية عشان ما يلزقش، بس هغطيه. وانا حطيت الملح على الشوربة. دلوقتي احنا هنغطي الرز ونسيبه يستوي. دلوقتي دي اللحمة اهي بتستوي زي ما احنا شايفينها، داخلة في السوا اهي. هنعمل دلوقتي الصلصة. دي طماطم كنت مفرزاها، ضربتها في الخلاط. دي كزبرة، فلفل، بابريكا، توم، حبهان. هدق التوم وهفرم الحبهان وتابعوني هنشوف نعمل الصلصة ازاي على النار. ازيكم يا حبايب قلبي؟ دلوقتي هنعمل الصلصة، تابعوني. حطينا زيت. بصوا بقى، يعني ممكن انتي باختيارك، ممكن تحطي حتت لحمه ملبسه دهن، اللي انتي براحتك. بس انا جوزي والعيال ما بيحبوش الحاجات الدسمه قوي. يعني دي حاجه لحمه هي على حتت ملبسه كده، بحب انا احطها كده اهو، بتدي للصلصه ريحه. وده الثوم والحبهان. فرمتهم مع بعض، الثوم والحبهان. ده الثوم والحبهان، حتت بقى اللي هي حتت لحمه ملبسه على راحتك انت. ودي كزبره اهي. تمام. هندي بقى تشويحه حلوه كده. الحاجات الجميله دي، الله على الريحه. كان نفسي تبقوا معايا. الريحه جميله قوي، ريحه المصريين في الفته روعه. البيت المصري دايما
بيعمل فتة، واكيد عارفين الريحة بقى، الحبهان والكزبرة والثوم، جميلة جميلة جميلة. دلوقتي بقى نحط شوية خل، معلش هي نقطة بابريكا جت على التومة وهي بتتحمر. ده خل اهو، ده خل. ننزل بقى على الطماطم، كنت مفرزاها في الفريزر وضرباها. الله على الريحة يا ولاد، الله صلوا بينا على النبي، اللهم صل على حضرة النبي. حاجة جميلة قوي قوي قوي، اللهم بارك. بألف هنا وشفا على اللي هياكل. الرز اهو يا حبايب قلبي استوى خلاص، والصلصة على النار واللحمة على النار كده خلاص. هنطبقهم بقى وايه، تابعوني وهنشوف هنغرفهم ازاي مع بعض. الله على الصلصة وهي بتبقبق يا ولاد، صلوا بينا على النبي، اللهم صل على حضرة النبي. حاجة جميلة قوي، عايزة تتاكل كده. حاجة بنتي بتقول يا ماما اغرفي لي وهي لسه ما اتسبكتش. هي هتتسبك وبعدين هزودها شوربة. تابعوني يا حبايب قلبي. دلوقتي انا حطيت معلقة بابريكا، ودي اختياري مش اجباري، دي على راحتك، بتخلي الصلصة حمرا كده وحلوة. بس خلاص. والفلفل شوية كده وهحط بس معلقة تتسبك كده، وازود الشوربة عشان يبقى ايه ريحته حلوه كده في نهائي الصلصه. تابعوني يا حبايب قلبي، نصلي على حضرة النبي. دلوقتي يا حبايب قلبي هنزود شويه شوربه، شويه شوربه على الصلصه زي ما احنا شايفين كده. نزود اهوت الشوربه على الصلصه. بصلايه وقعت. في ناس مع خل وتحط بعد ما بتغرف على ايه، على وش الصلصه. لا انا جوزي وعيالي ما بيحبوهاش تقيله قوي كده، تبقى حاميه قوي عشان في حمو بيجي. هي بتبقى حلوه وكل حاجه، بس انا جربتها مره، عيالي بقى يعني قعدوا حمو كده، حسوا بحمو بالليل وجوزي كمان. فهي دي اختياري، اللي بيحب يعمل على الوش بتاع دوت توم وكزبره وخل على الوش، يرش على وش الصلصه كمان. دي اختياري، ودي على حسب النفس، كله جميل، كل نعمه ربنا حلوه. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على حضرة النبي، صلوا بينا على النبي يا ولاد. الأكل كله حلو والحمد لله. احنا عملنا الصلصة وهنطبق بقى كله في الطبق بأمر الله. دلوقتي هنحط الفلفل وهنحط الملح، يبقى حاطين الفلفل يا حبايب قلبي، وادي الملح اهو. خلاص كده بقى على الغرف جاهزة يا حبايب قلبي. احنا عملنا دلوقتي العيش بالصلصة هي، وحمصته طعمه روعة، بسم الله ما شاء الله، حاجة جميلة جميلة جميلة. دلوقتي هنحط الرز برضو عليه. دلوقتي يا حبايب قلبي احنا هنحط الصلصة. شايفين الصلصة جميلة ازاي؟ دلوقتي بقى نحطها على الوش اهي، بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على حضرة النبي. صلوا بينا على النبي يا ولاد، اللهم صل على النبي. الله اكبر، بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي. بسم الله ما شاء الله. اهي كده خلصنا، جميلة اهي. نحط بقى اللحمة. اهو يا حبايب قلبي حطيت اللحمة عليها، وممكن اختياري برضو ممكن تحطي انتي صلصة على اللحمة نفسها كده، حاجة بسيطة. واللحمة طبعا متحمرة وعليها ايه ملح وفلفل. ويا رب طبق ماما يعجبكم زي ما يعجب ولادي وجوزي، واكيد انا متأكدة وعارفة.
وكل سنه وانتم طيبين. بحبكم كتير. ما تنسوش تعملوا لي لايك والشير وزر الجرس، تفعيل الجرس. بحبكم كتير واشوفكم ان شاء الله واشتركوا في القناه عشان عيلتنا تكبر معاكم وبيكم. بحبكم كتير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. فتت ماما.